حارس مصر الأول نشأ بين جدران النادي الأهلي وأحد أبناء قطاع الناشئين قبل أن ينضم لعدة فرق في الدوري الممتاز، ولكن في النهاية عاد للقلعة الحمراء بعدما أثبت كفاءته وأحقيته باسترداد مكانه بين حراس الفريق الأول. مستوى الشناوي المتميز مع الأهلي جعله يفرض نفسه على تشكيلة منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم عام 2018، مقدما مستوى نال إعجاب الجميع لينال جائزة رجل أول مباريات الفراعنة في المونديال. وأهم الإنجازات التي حققها مع النادي الأهلي هي 5 مرات الدوري المصري، ومرتين كأس مصر، ومرتين كأس السوبر المحلي، ومرتين دوري أبطال أفريقيا. لعب محمد الشناوي مباراته الأولى دوليا في مباراة جمعت المنتخب المصري مع منتخب البرتغال على هامش استعدادات المنتخب لكأس العالم سنة 2018.